شاهدنا خطا طويلا من الشاحنات وشاهد العالم كذلك هذا الخط طويل من الشاحنات، لكن هذا الفيديو كله بالذكاء الاصطناعي، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة الوضع على الأرض. هو تحايل واضح وتضليل إعلامي كبير ومهزلة بل فضيحة جديدة للنظام الجزائري. هكذا تنوعت وتباينت تعليقات النشطاء على هذا الموضوع عبر مختلف منصات التواصل. للتعليق على الموضوع معنا من باريس المدون والناشط السياسي الجزائري شوقي بن زهرة. مرحبا بك شوقي. شريط فيديو بثته القنوات التلفزيونية الرسمية الجزائرية يظهر أسطول ضخم من الشاحنات محملة بالعتاد لمباشرة حملة الحصاد والدرس بولايتي أدرار وتميمون، وكان يظهر بوضوح كبير بأن الفيديو غير حقيقي وقد تم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، مما أثار جدلا كبيرا وسخرية عارمة على مختلف المنصات. بدورك أنت تفاعلت مع الأمر شوقي. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. فضيحة كبرى ما قام به التلفزيون العمومي، وهي يعني تأتي في إطار سلسلة من الفضائح المتتالية لا يكاد يخلو أسبوع من دون أن نرى أمور لا نراها في أي بقعة في العالم صراحة، في أي بلد في العالم، في أي بلد يحترم نفسه. لأنه وصول النظام الجزائري عبر التلفزيون العمومي إلى هذا الحد هو في الحقيقة في إطار شيء ابتدعه النظام الجزائري، وهو العالم الموازي. النظام الجزائري منذ السنوات الأخيرة خلق عالم موازي عبر التلفزيون العمومي وفي نشرة الثامنة كما يتم تداوله في الأوساط الشعبية، أنه كل شيء متوفر، أنه المواد الأساسية متوفرة في نشرة الثامنة، أنه الجزائر قوة ضاربة، أنه الجيش الجزائري أقوى جيش في المنطقة، أنه الجزائر في 2023 حسبهم كانت دخلت منظمة البريكس تقريبا. ولكن الحقيقة أنه كل شيء ينافي ما هو موجود في هذا التلفزيون العمومي. الشريط الذي يعني العام أي شخص يعني طفل صغير ممكن أن يلاحظ بأنه ليس حقيقي، ولكن الكارثة أنه تم تداوله حتى في وسائل إعلام خاصة أو شبه رسمية على أنه فيديو حقيقي لموسم الحصاد، لأنه هذا يخفي فشل السياسة الفلاحية للنظام الجزائري كما هو فشل في جميع المجالات. من أجل إخفاء هذا الفشل حتى في قضية أن الجزائر من أكبر المستوردين للقمح في العالم، في إفريقيا نحن الرقم 2 بعد مصر التي فيها 111 مليون نسمة، الجزائر 45 مليون نسمة فقط. يعني لإخفاء هذا النظام الجزائري يفبرك عبر تلفزيونه العمومي، يحاول دغدغة الشعب مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي ستكون مسبقة في شهر سبتمبر. نعم شوقي، يعني هذه المسألة كما يعلق عليها الكثيرون خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي من الجزائريين، أنه الإعلام الجزائري يعني في محاولة منه ل يعني هو غسيل دماغ للشعب الجزائري، فهو يفقد مصداقيته الإعلامية والمهنية عبر العالم. وهي ليست قضية مصداقية لما نصل إلى هذه الدرجة، هي قضية أخلاق، هي قضية أخلاقيات مهنة الصحافة. أنك لما تنقل فيديو مثل هذا، يعني أنك تنشر فيديو بالذكاء الاصطناعي وتقدمه على أنه حقيقة، صراحة تجاوزنا كل الحدود المهنية والأخلاقية. بالإضافة إلى أننا لا نتكلم هنا على قناة خاصة، نحن نتكلم على قناة عمومية، نحن نتكلم على أموال الجزائريين. المواطن الجزائري يدفع ضرائب ويدفع يعني رواتب الموظفين في التلفزيون العمومي، هذا يقتص من الضرائب. نحن نتكلم على مئات ملايين الدولارات مخصصة لوسائل الإعلام العمومية. نراه في وكالة الأنباء الجزائرية التي وصلت إلى أنها تستعمل مصطلحات سوقية ومنحطة وربما لا يمكن حتى استعمالها في البيوت المحترمة. الآن التلفزيون العمومي صوتا وصورة ينقل فيديوهات مفبركة وكاذبة على أنها حقيقة للتلاعب بالشعب. العالم كله يرى هذا. صورة الجزائر صارت كارثية بسبب ممارسة النظام في كل المجالات. الآن وصلنا صراحة إلى مستوى لم تشهده البشرية من قبل، يعني مستوى في الانحطاط الذي وصل إليه التلفزيون العمومي. رأينا حتى على كل حال في إطار منطقتنا السب والشتم تقريبا شعوب بأكملها. كل ما النظام الجزائري يفتعل أزمة مع أحد البلدان سواء المملكة المغربية سواء الإمارات مؤخرا، يعني صارت وسائل الإعلام الرسمية نفسها تلجأ إلى أسلوب السب والشتم، وهذا صراحة الأمر كارثي على الجزائر وصورتها وعلى الدولة الجزائرية. أنت طبعا أنت جزائري أستاذ شوقي، وطبعا لك احتكاك مع الجزائريين في الداخل، كيف يقيمون الإعلام الجزائري أو محتوى الإعلام الرسمي تحديدا؟
التقييم ربما أقول لك بأن التقييم كان سنوات من قبل ممكن أو في فترة البوتفليقية، لكن اليوم صار لا أحد يشاهد هذه القنوات اللهم للسخرية. يعني التلفزيون العمومي المرة الوحيدة في الأسابيع والأشهر الأخيرة التي تم تداول الفيديو له هو هذا الفيديو، يعني المهزلة أو بعض يعني الأمور الساخرة الأكاذيب. يعني اليوم في الجزائر الشعب الجزائري لما تتكلم عن الكذب، الكذب هو ملصق بشيء يسمى نشرة الثامنة في التلفزيون العمومي، وهي التي رأينا في هذا المقطع. فما بالك يعني لما نتكلم على وسائل الإعلام الخاصة التي يعني والجديد. ربما صراحة الإعلام الجزائري دائما ما كان للأسف، لأنه مرتبط بممارسة النظام الجزائري، دائما ما كان المستوى منحط جدا، لكن كان المستوى منحط مهنيا. اليوم صار أخلاقيا، وصلنا إلى الحضيض أخلاقيا لما تصل أنك في قنوات رسمية والتلفزيون عمومي تسمع مصطلحات منحطة، تشاهد فبرك على العلن. يعني فلم يبقى شيء في هذا الإعلام، ولم يبقى شيء في صورة البلد، لأنه للأسف صورة البلد هو إعلامه. المدون والناشط السياسي الجزائري شوقي بن زهرة، شكرا جزيلا لك.